سبونج بوب من اقوى الرسوم اللي اذا تعمقتي فيها تقدر تدمر لك الطفوله ديالك. مثلا سبونج بوب الاول مليء باحداث مظلمه اللي غتصدمك، وهادشي اللي غنشوفو اليوم كتعتبر من اقوى النظريات اللي شفنا في هاد القناه. واليوم غنهضروا على نظريه طائفه الفضاء الشيطانيه التابعه لغوفي جوبرز. وقبل ما نبداو، انا اسمي هالة، القناة ديالي كتهضر على الملاورئيات ونظريات المؤامرة. اذا كنتم مهتمين بهذا المحتوى ما تنسوش تعملوا لي ابوني وتدعموني بلايك، وما تنسوش تخليوا لي شي تعليق مزيون بحالكم. غوفي جوبرز هو مكان كيتباع فيه الايس كريم، ولكن الطراز ديالو قديم شويه، وهو من افضل الاماكن اللي يقدروا يستمتعوا فيهم الاطفال. ولكن علاش النظريه كتقول بلي هذا المكان تابع لطائفه للمخلوقات الفضائيه؟ وشنو هي هاد الطائفه اصلا؟ هاد الطائفه هي طائفه دينيه عندها واحد المعتقدات اللي غريبه بزاف. كيعتقدوا بلي ملي غيعملوا شي طقوس معينه غتجي شي سفينه ديال المخلوقات الفضائيه وتطلعوا من عندها. وهاد الطقوس هادي ماشي طقوس عاديه، هي طقوس اللي كتخلع ويقدروا يضحيو بالحياه شي شخص بسبب شي طقس معين. نقدر نبالكم غير كنهضر، ولكن كانت واحد الطائفه في التسعينيات اللي الاسم ديالها هيفن جيت اللي عندها نفس المعتقدات بالضبط، وكانت كتعمل شي طقوس مرعبه بزاف. مثلا سنه 1997 ارتكبوا واحد الطقس اللي مرعب ومهم بالنسبة لذلك الطائفة، واللي هو الانتحار الجماعي، وخلوا بزاف ديال التسجيلات من موراهم اللي كيهضروا فيهم على هاد الطائفة. والخلاصة ديال هاد التسجيلات كيقولوا بلي من بعد ما قاموا بهاد الطقس الروح ديالهم غتطلع تعيش مع الفضائيين. ولكن هادشي من علاقة عنده بغوفي جوبرز. في واحد المرة سبونج بوب عملوا حلقة كاملة كتهضر على الموظف الجديد، وبسيط هو اللي كان كيقدم داك الحلقه. ملي غيوصلوا لواحد اللقطه غينصحوا المشاهدين بغسل اليدين وتعطير الفم، ولكن غيقولوا لهم بلي خصكم تامنوا بالمخلوقات الفضائيه. وهنا السؤال، علاش محل ديال ايس كريم غيطلب منك تامن بالمخلوقات الفضائيه؟ يعني بحال اللي بغاو يفكرونا بالطائفه اللي هضرنا عليها من قبل. وكل حلقه كيزيدوا يطلعوا الليفل ويبينوا لنا دلائل قويه اكثر. المهمة ديال اي طائفة انها تحيد لك الهوية ديالك باش تبقى تابعة غير ليلة، وهادشي اللي كيبغيو يوظفوه باستغلال اي حاجة كتكونسوميها. وهادشي اللي عملوا مع غوفي جوبرز، اي حاجة بينوها كتبين على انهم مستغلين من طرف هاد الطائفة، سواء من الملابس ديالهم ولا الكلام ديالهم ولا التصرفات ديالهم، وحتى الاناشيد I am Goofy Goobers, you are Goofy Goobers, we are Goofy Goobers. I'm a goofy goober, yeah. You're a goofy goober, yeah. We're all goofy goobers, yeah. والمقصود من هاد الشيء ان الحياة ديالك والهوية ديالك كاملة تبع الجوفي جوبرز. كما عارفين ان اي طائفة عندها كيان ولا اله اللي كتعبد، وهنايا عندهم شخصية الفول السوداني الراقصة اللي فيما درتي في المحل غتجبرو، وغا الأطفال فيما كتظهر هاد الشخصية كيفرحوا وكيبقاو ينقزوا. وإذا ما تيقتونيش وبانت لكم ما كنخربق، شوفوا وسمعوا سبونج بوب شنو كيقول. Worship a dancing peanut for corn's sake. We do not worship him. Patrick, you've been wearing the same goofy goober peanut party underpants for 3 years straight. What do you call that? Worship? في واحد اللقطة فيلم قديم ديال غوفي جوبرز كتبان واحد المقولة We Goofy We Trust، هادشي بدل In God We Trust. وعاد عارفين ان الطوائف كيعيشوا دائما بجمع تبرعات واستغلال ديال الناس، وهادشي غيبان فاش سبونج بوب غيقنع اللي معاه باش يبدل فلوس حقيقية بواحد العملة اللي ما عندها حتى منفعة. وعاد كيفاش صاحب غوفي جوبرز غيطور من المحل ديالو وغيرجعوا شركة، ولكن ماشي بالاجتهاد ديالو، بالنصب على عباد الله واقناع ديالهم باللي غيجيو مخلوقات فضائية وغيطلعوهم من عندهم. واخيرا استغلال الاطفال الصغار، فاش بسيط كان طفل وكيعجبو يجي لداك المحل، ولكن ملي كبر غيخدم عندهم وغيرجع يعبد الاله ديالهم. يعني بسيط سيطروا عليه ورجع كيفكر بحالو.
وعاد واحد اللقطة غتجي الأطفال كل ما كلاو الآيس كريم غيرجعوا يعبدوا شخصية الفول السوداني، بحال اللي بغاو يستغلوا الأطفال حيت هما الطرف الأسهل من الموضوع. دابا أجيو نتعمقوا في النظرية أكثر. في أي طائفة في العالم باش يقدروا يوصلوا الأفكار ديالهم كيقنعوك باش تاخد شي حبوب مخدرة ولا شي دروك معين، وهنايا الدروك اللي اختاروا هو الآيس كريم. واحد الحلقة من الحلقات سبونج بوب وبسيط غيدخلوا للمحل ديال الايس كريم بالليل وغيبقاو ياكلوا حتى غيسكروا. وفي واحد الحلقة اخرى الشرطة غتعتقل بسيط بسبب الاكل ديالو كوفي كوبرز، بحال اللي زعما تعاطى شي مخدر. والحاجة اللي استنتجت من خلال هادشي كامل ان كوفي كوبرز ما كيقصدوش بها الايس كريم، كيقصدوا بها نوع من انواع المخدرات، حيت الطريقة اللي كيسوقوا بيها غريبة بزاف. مثلا محل الايس كريم كيعطيك الحق تاكل منه فوقاش ما بغيتي، وهادشي كيخليو الموظفين يبقاو غير ياكلوا منه بواحد الطريقة هستيرية ماشي عادية، وهادشي اللي كيسبب الادمان. علاش؟ حيت الاطفال اللي كلاو منه كيخدموا فيه ملي كيكبروا، بحال اختو ديال سبونج بوب والموظف الاخضر، يعني ما كيقدروش يخرجوا من ديك القوقعه. وعاد في المحل عندهم عقارب الساعة كاملين مختلفين ومخربقين، والسراجم كاملين مسدودين، بحال اللي ما كيبغيوكش تعرف شنو كاين في العالم الخارجي. وهنايا غنكون وصلنا نهاية الفيديو. قولوا لي شحال تيقتوا هاد النظرية في 100، وباي باي.